السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا بك في حلقه جديده من دروس عياد. الفيديو اكتر فيديو يتطلب مني حرفيا، اتطلب مني كتير 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 كتير، هو ايه افضل الكتب اللي استخدمها في السنه دي كطالب ازهر. وانا في الفيديو ده عشان اقول لك تستخدم ايه كطالب ازهر، افضل الكتب اللي استخدمها. فما تنساش تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وحط لايك للفيديو واشترك في القناه. اشترك في القناه بقى، يلا بينا. ولا عندك موديل الثانويه الازهري تنقسم الى فيزياء وكيمياء واحياء وعربي وشرعي وانجليزي ورياضي. خلينا نبدا بالمواد الشرعيه. بالنسبه للفقه عندك كتاب المرشد وكتاب الامام، والافضل فيهم كتاب المرشد في الشرح. اما الحل فخليك في اصلاح الازهر. اما باقي المواد الشرعيه تذاكر من كتاب المعهد عادي جدا. اما العربي عندك النحو والصرف، عندك كتاب السلاح وكتاب المرشد. ويستحسن تاخد مذكره المستر اللي بتاخد معاه، وفي قناه التليجرام تحت هسيبها لك في الوصف، هتلاقي دي لازم تشترك فيها. بننزل فيها تخلصات مهمه جدا وحلوه جدا للثانويه، وهسيب لك فيها مذكرتين، واحده صرف وواحده نحو، الاثنين مبسطين جدا جدا ومشارحين فيهم المنهج كامل للنحو والصرف. مذكرتين واحده فيهم 60 ورقه، اطبعهم عندك وهتحتاجهم وان شاء الله قريب جدا انزل لكم باقي المواد. المذكرتين حلوين جدا مش هتلاقي بعدهم، انزل واطبعهم والله لازم هتحتاجهم جدا وحلوين قوي. انا سايبهم لك في الوصف تحت، انزل اشترك في القناه. اما الانجليزي فهو كتاب المعاصر بيكون كويس جدا في الكلمات والجرامر، وبيكون معاه كتاب صغير كده للقصه والسكيلز، ده خاص بطلاب الازهر. طيب لو المستر بتاعك بيشرح من كتاب تاني او المذكره بتاعته تعمل ايه؟ ما تخافش، انا مش هسيبك، انا معاك يا عم. انت مشترك مع دوس عادي يضيق كده، ما تخافش. تمام عادي جدا يا عم، مفيش مشكله. المهم تجيب كتاب اسئله للاسئله المقاليه، يعني هجيب كتاب الشرح او مذكره المستر بتاعك وجيب كتاب للاسئله المقاليه. واسئله الكتاب ده بيكون عباره عن اسئله القطعه والمحادثه والقصه والباراجراف والترجمه، ودول عليهم 30 درجه من ال 40 درجه بتاع الامتحان بتاعك. الحل الانجليزي بتاعك بيكون في 10 درجات بس، 5 كلمات و5 جرامر، وباقي ال 40 درجه بيبقى السكيلز، فاهتم بالسكيلز جدا وما تفوتهوش. وبعد كده الانجليزي هتجيب كتاب الشرح ومذكره المستر بتاعك وتجيب كتاب للاسئله المقاليه. الرياضه بقى يا عم، بالنسبه للرياضه فامتحان الرياضه بتاعك مش بيخرج من كتاب المدرسه، بيجيب لك الاسئله بالارقام بالنص من كتاب المدرسه بتاعك، او بيغير بس الارقام اللي فيها وبتبقى نفس الاسئله. يعني لو حليت كتاب المدرسه هتعرف تحل باقي الامتحانات كلها. كتاب المدرسه بيكون جاي منه الامتحان كله حرفيا. معنى كده ان كتاب المدرسه اسئلته سهله؟ لا، بس انت لو عرفت تحله هتعرف تحل باقي الاسئله كلها. ما تروحش بقى تجيب كتاب المعاصر ابو 1000 جنيه ده وتضيع فلوسك ومجهودك على الفاضي، ده للعام مش للازهر. انت واجب عليك ان انت تحله، بس اسمعه على اليوتيوب يا عم، اسمعه على اليوتيوب كده حل كده كتاب المعاصر، اسئله المعاصر كده، فهتلاقي مليون واحد بيسمعه. فانت اسمعه بس على اليوتيوب، بس بعد ما تخلص كتاب المدرسه. خلص كتاب المدرسه الاول، بعد كده اسمع حل كتاب المعاصر. بالنسبه للكيمياء والفيزياء والاحياء فالمدرسين كلهم دلوقتي بيعملوا مذكرات حلوه جدا، وبتبقى عاملين برضه مذكرات للحل برضه بتبقى حلوه جدا، فانت اهتم بيها او هاتها وهات بس معاك كتاب واحد للحل في المراجعه كده، بقى واحد بس للحل من كل المواد دي. للكيمياء هتجيب كتاب الطيب، والاحياء هتجيب كتاب الذهبي. دول الاسئله فيهم بتبقى بنظام الازهر. اما الفيزياء مفيش كتاب فيزياء مخصص للازهر، فانت يستحسن تشوف كتاب الامتحان نسخه قديمه زي مثلا 2021 و2020 و2019 كمان. لو ما عرفتش فانت هات كتاب التفوق او النوتن بتاع السنه دي وحل عادي، بس خلي بالك. خلي بالك ان الكتب دي مخصصه للعام، يعني الاسئله فيهم بتبقى اسئله النظام العام. النظام العام عندهم الامتحان باجي بنظام اختياري، اما انت عندك في الازهر نص اختياري ونص مقالي. ما تقعدش بقى طول السنه تحل اختياري وتسيب المقالي، وانت عندك اصلا الامتحان بيجي لك مقالي. ولا اقول لك ما تسيبش اي سؤال في الفيزياء حرفيا، انت اي سؤال يجي قدامك في الفيزياء حله. والله العظيم واحد صاحبي من دفعه 2025 قال لي اي سؤال يجي قدامك في الفيزياء حله، اي حاجه تيجي قدامك حلها، لان اصلا امتحان 25 كان اقوى من الامتحان العام بمراحل كتيره، وبتوع العام اصلا اعترفوا بكده. فهو انت اي سؤال يجي قدامك في الفيزياء حلو، بالذات المقالي. ما تسيبش اي سؤال يجي قدامك، اي سؤال يجي قدامك في الفيزياء ما تسيبهاش، لانها اكبر ماده خاينه تقدر تاخدها في اي وقت. ماده خاينه جدا، يعني تجيب لك الامتحان في حته تانية خالص. والفيديو اللي فات سايب لك فيديو 5 دقائق كده بقى، بص عليه بصه، بيتكلم ان دفتر سنتر ولا اونلاين هيفيدك جدا، وكده 5 دقائق لو انت شغلت على 2 اكس هيخلصوا في دقيقتين يعني. واو. بالنسبه للوقت فالناس اللي بتقول انا بتكلم بسرعه وبتاع، يعني انت عايزني اتكلم ازاي؟ يعني عايزني اتكلم ازاي؟ هو طلاب ثانويه عامه يا صاحبي، مفيش وقت يا صاحبي، مفيش وقت. طلب ثانوية عامة مفيش وقت. عايزنا نتكلم ازاي؟ عايزنا نتكلم براحة يا عم. بقلل الفيديو بسرعة، خليه على نص اكس مثلا. الزيتونه. ملخص الفيديو كده هشرح. هتجيب كتاب المرشد او الامام. انا بذاكر من المرشد او مذكرات اي مدرس، وانا سايب لك مذكرتين صرف ونحو في قناه التليجرام، ما تنساش تشوفهم وتطبعهم. الرياضه هتجيب كتاب المعهد، وهتجيب كتاب اسئله المعاصر. اسئله المعاصر او تسمع لها شرح على اليوتيوب، حلك اسئله المعاصر. الكيمياء والفيزياء والاحياء هتستخدم كتاب الماستر بتاعك. اما حل هتجيب كتاب الذهبي في الاحياء، وهتجيب كتاب الطيب للكيمياء. اما الفيزياء فانت هات كتاب الامتحان طبعه قديمه، او هات كتاب السنه دي بس اهتم بالمقال. وبس كده ان شاء الله تكونوا استفدتوا من الفيديو. لو استفدتوا ما تنسوش تعملوا سبسكرايب، وبس كده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.